يا صباح الأخبار والأسرار اللي محدش يعرفها. في حاجات في العالم ده لو ما شفتهاش بعينيك مستحيل عقلك يصدق إنها موجودة. أسرار بتتحكم في أجساد البشر وتقاليد غريبة بتكسر كل اللي نعرفه عن الواقع. من قلب الهند اللي بتخبي أغرب علاج بالصدمة لغابات أمريكا الجنوبية اللي فيها النباتات بتتحول لمدخل لعالم تاني. ومش بس كده، هنكشف ازاي برودة الغاز بتتحول لختم محفور على الجسم من غير نقطة دم، وازاي ضغط المية ممكن يحولك لصاروخ طاير بيهرب من الجاذبية. ركز في كل دقيقة لأن الحقيقة هنا أغرب بكتير من الخيال. ويلا بينا. تعال بقى أوريك النهاردة أغرب علاج طبيعي موجود في الهند واللي هيخليك تخاف على نفسك. مش عايزك تستغرب، العلاج اللي قدامك ده يا سيدي علاج طبيعي 100%، وبيقولك إنه بيعالج الجسم لو عندك بواسير أو آلام في الفقرات. ولكن السر الحقيقي اللي ورا المشهد ده إن الطريقة دي بتعرف عالمياً باسم Traditional Bone Setting، وهي بتعتمد على توجيه ضربات ترددية لعمق العظم عشان تجبر الأعصاب المضغوطة إنها تفك في لحظة. ورغم خطورة المنظر إلا إنهم في الهند بيعتبروا الصدمة هي أقصر طريق للعلاج. سيبك بقى من وجع الهند وتعال أوريك إزاي ضغط المية ممكن يحولك لصاروخ. تعال بقى أوريك النهاردة أغرب وسيلة ترفيه في البحر واللي هيخليك طاير زي الصاروخ. مش عايزك تستغرب، اللي قدامك ده يا سيدي فلاي بورد، وبيعتمد على ضغط المية القوي اللي بيخليك تطير فوق السطح بارتفاعات كبيرة. الحركة دي مش سهلة وبتحتاج توازن عالي جدا، واللي هيجننك بقى إن الجهاز ده بيعتمد على تكنولوجيا الهيدروفلايت بروبالشن. الفكرة كلها في سحب كميات ضخمة من المية وضخها بضغط هيدروليكي جبار بيوصلك لارتفاع 15 متر في ثواني. انت فعلا شايل تحت رجلك قوة دفع تعادل محرك مركب كامل. سيبك بقى من طيران البحر وتعالى أوريك أغرب علاج ممكن تشوفه في حياتك. لو انت بقى من الناس اللي بتحب المغامرات وبتسافر كتير، فتعالى أوريك أغرب حاجة هتشوفها في البرازيل وكمان كولومبيا. اللي قدامك ده بيسموه بالعلاج الروحاني ومشهور جدا في أمريكا الجنوبية. العلاج ده بيتكون من مسحوق من النباتات بيخلوك تسحبه أو حد بينفخولك جوه مناخيرك. واللي هيصدمك بقى إن المسحوق ده اسمه رابي، وده مش مجرد نباتات، ده خليط من رماد أشجار مقدسة وتبغ طبيعي بتركيز عالي جدا. والهدف منه مش بس التنفس، ده بيعمل تصفية ذهنية فورية وبيرفع مستوى الأدرينالين في الجسم في ثانية واحدة. سيبك من طقوس الأمازون وتعالى شوف إزاي التكنولوجيا حلت أصعب مشكلة بتواجه الناس. تعالى بقى أوريك أحدث طريقة بيختموا بيها الحيوانات دلوقتي. طبعا كلكم عارفين زمان كانوا بيختموا الحيوانات عن طريق الحديد السخن، ولكن العملية دي كانت مؤلمة جدا. ولكن دلوقتي الموضوع اختلف، بيعرضوا الحديد للنيتروجين لغاية ما يوصل لدرجة حرارة بتكون تحت الصفر، وبعد كده بيحطوها على جسم الحيوان. واللي هيجننك بقى إن التكنيك ده اسمه فريز براندنج، والسر هنا إن البرودة الشديدة بتدمر صبغة الشعر بس من غير ما تحرق الجلد زي النار. النتيجة إن الشعر بيطلع لونه أبيض للأبد، والحيوان ما بيحسش بأي وجع لأن البرودة بتخدر الأعصاب فوراً. سيبك من تكنولوجيا التبريد وتعالى نرجع للهند عشان نشوف أغرب حاجة ممكن العقل يتخيلها. لو انت بقى فاكر ان الهند ديانات مختلفة وبس، يعني نار وبقر، تبقى غلطان. دول بيعملوا حاجات بره حدود العقل تماما. تخيل يا سيدي ان عندهم طقوس دينية بيجيبوا الطيور وبيقطعوا رقبتها بالطريقة اللي انت شايفها قدامك. واللي هيجننك اكتر بقى ان الطقس ده بيتعرف بانيمال ساكريفايس ريتشوالز، وفي بعض المناطق بيعتقدوا ان قوة الحياة بتنتقل للشخص لما بيقطع الرقبة بأسنانه. طقوس مرعبة لكنها جزء من معتقدات قديمة جدا لسه عايشة لحد النهاردة. سيبك من رعب الهند وتعال نروح البرازيل. تعال بقى أوريك أغرب المهن اللي موجودة على شواطئ البرازيل. تخيل تبقى قاعد على الشط وتلاقي حد بيرش عليك مية. واللي هيصدمك بقى إن المهنة دي اسمها جارسون دياجوا، وده حرفياً نادي للمية العذبة. السر إن الناس بتدفع فلوس مخصوص عشان الفريش ووتر رينس ده، لأنه بيشيل طبقة الأملاح والرمال عن الجلد فوراً ويمنع حرقان البشرة من الشمس. يعني راحة VIP وانت مكانك من غير ما تروح للدش. وفي الآخر يا سيدي الدنيا لسه مليانة أسرار وعجايب أغرب من الخيال. لو عجبك الفيديو قولي في التعليقات إيه أكتر حاجة صدمتك، وما تنساش الفولو واللايك عشان اللي جاي أغرب بكتير. وقبل ما تمشي، كل سنة وانت طيب وبألف خير بمناسبة شهر رمضان الكريم، صياما مقبولا وإفطارا شهيا، ورمضان كريم علينا وعليكم جميعا. سلام.